صاحب المطعم ده بيقرر اللي هو يقفل عشان مفيش حد بيشتري من عنده خالص. الدجاج انا اللي اجهزه واطبخه واتبله واشويه. ده محل بيبيع كبسة اللي شغال فيه راجل واحد بس، الراجل دوت هو الشيف اللي بيعمل الاكلات، اكل سعودي بيعمل كبسة يا جماعة. فانا والله شفت صاحبي احمد العوض كان منزل فيديو امبارح وبيدعم الراجل المحترم ده، وحد كان منزل بيقول ان خالي هيقفل المحل دوت علشان ما حدش بيشتري من عنده خالص. فانا دلوقتي داخل المحل اشتري من عنده، يلا بينا يا جماعه. صاحب المكان لسه داخل دلوقتي، انا حظي حلو والله، يعني هو لسه نازل من العربيه اللي هناك دي، تمام. لسه ما كملتش كلمتين لقيت الراجل صاحب المكان دخل. فانا دلوقتي سلمت عليه وهو دخل جوه عشان هيعمل اكل تاني. الان لي 4 شهور في البدايه وحتى اليوم، يعني من البدايه باذن الله ربنا هيكرمك اخر قرار. انا الان اللي ماسك المطعم، نعم، الشيف والمشرف الواحد بينبسط جدا لما بيلاقي حاجه زي كده، بيبقى فخور جدا بالشخص ده والله. الله يكرمك. الحمد لله، اللهم اسم المطعم كبسة الطاهي، شارع النخيل، زهرة البديعة. بصوا يا جماعة، مكانه بقى قدام صيدلية النادي، هو في وش الصيدلية بالظبط. اسمه مطعم كبسة الطاهي المميزة. والله انا الطبخ الاساسي، كل حاجة بقى، فراخ، دجاج، كل حاجة. كل شيء. الدجاج انا اللي اجهزه واطبخه واتبله واشويه وادخل يا حبيبي يا حبيبي. الرز انا اللي اطبخه بنفسي. طب انا هجيب لك 2 شيفات بقى يشتغلوا معاك هنا. انا دلوقتي قاعد بقالي ساعة منتظر الاكل بتاعي. انا والله لو اقعد 5 ساعات بس هجرب الاكل بتاعهم، يعني هجربه. حلو قوي. انا عايز اقول لكم على حاجه، انا جربت الكبسه من عندهم والله طعمها جامد جامد جامد، بالسعودي بقى خرافيه واسطوريه وجامده جدا والله. يا جماعه تعالوا جربوا من عندهم الكبسه، والله طعمها حلو جدا، سواء الرز سواء الدجاج، خرافيه.